رأي الشارع الإسماعيلاوي أكيد مهم في المؤتمر الصحفي الخاص لنادي القناة، نسمع مجموعة من الآراء عن رأيهم في نادي القناة والفترة اللي جاية شايفينها إزاي، يعني من وجهة نظر حضرتك يعني رسالة حضرتك إيه لعيبة نادي القناة والجهاز الفني ومجلس الإدارة وإيه اللي أنت يعني شايفه الفترة الجاية لنادي القناة؟ طبعا من جماهير الإسماعيلية، يعني من ولاد البلد وعارفين ان نادي القناة نادي قديم في مصر. يعني لابد ان في إدارة حلوة لمستشار يحيى، في مدرب كويس اللي هو الكابتن احمد العجوز، في مجموعة لعيبة جديدة شايفة حضرتك دلوقتي ما يعرفوش لسه، عايز تقول لهم إيه عن نادي القناة وتاريخ نادي القناة؟ لعيبة جديدة. انا بقول لهم انتوا لابد انك لابسين فانلة القناة، لابد انك تبذلوا عرق وتهتموا بالنادي، لان النادي ده نادي عريق وبرضك كان صاحب بطولات وخد كاس مصر، اول نادي يجيب كاس مصر الاسماعيليه سنه 66. فلا بد ان اللعيبه دي تهتم بالنادي وتبقى على قد المسؤوليه، واحنا وراهم، احنا كجماهير وراهم وبنشجعهم. نفسك تشوف نادي القناة في الدوري الممتاز؟ يا رب يا رب، لان الكنال بصراحه زي السكه الحديد، زي الانديه العريقه اللي كانت بتلعب زمان. الكنال ده زي السواحل اللي هو حرس الحدود، الكنال ده من اقدم الانديه اللي نفسها يرجع تاني وينافس على بطولات كاس مصر والدوري، وان شاء الله في لعيبه كويسه دي على قد المسؤوليه وبنحفزهم، وان شاء الله وراهم في كل مكان باذن الله. يعني شكرا جدا لحضرتك. يعني المهم اساسا نادي القناة حضرتك حابب تقول عليه ايه؟ المهم اساسا اللعيبه تتمنى ان تلعب تتمنى تنتمي للفانيلا اللي هتلبسها نادي القناة. نادي القناة ده نادي عريق. من اساس بدايات الدوري الممتاز هو كان فيه موجود وخد كاس مصر، وفي لعيبه كتير كان في لوفا وكان في عادل بدير الناس دي كلها كانت موجوده قبل كده لعيبه. اتمنى للنادي الروح، ما كانش فيه الفلوس بتاعت حاليا، كان الناس دي بتلعب بالهوايه والانتماء للبلد. كل لعيب شايف حضرتك دلوقتي لعيب جديد بيشوف رأي الشارع الإسماعيلاوي لأول مرة. اتمنى منه انه ما يبصش للمادة وهيوصل. نفسك حضرتك تشوف نادي القناة في الدوري الممتاز تاني يبقى موجود معانا؟ هنا علينا لأن يكون في اثنين ناديين في البلد. مش يعني مش غريبة إن يبقى في اثنين وثلاثة من الأندية في البلد موجودة. البلد الأندية اللي هي يعني الدوري بيتاخد ازاي وبيتلعب ازاي، كل الاهلي بيلعب لعب في مصر، في مصر يطلع كم مره بره. توفيق ان شاء الله. شكرا ربنا يوفقكم ان شاء الله. ربنا يصلح حاله. انا عايز اقول لك القناه اعتبروا نفسكم ان انتم مش موظفين في الهيئه، اعتبروا ان النادي ده بيتكم الثاني، يعني ان انتم مش موظفين في الهيئه. لا يعني اللعيبه بقى تحفزهم تقول لهم ايه؟ انا نفسي ان القناه ده يصعد الدوري الممتاز اللي بفرح، لان انا جنب الاسماعيلي لو نادي القناه صعد الواحد هيفرح ان القناه يكون ممتاز، هنيجي هو نشجعه زي ما بنشجع الاسماعيلي بالظبط. ربنا يوفقهم وان شاء الله القناه توصل للممتاز باذن الله. ان شاء الله. يعني النهارده يعني عايز حضرتك تقول ايه عن نادي القناه؟ في اكيد لعيبه جديده لنادي القناه بتشوف حضرتك دلوقتي، اللعيبه القدامى تقول لهم ايه عن نادي القناه؟ والله احنا بنتمنى لهم كل خير ويشدوا حيلهم، واحنا هنقف وراهم زي ما واقفين ورا الاسماعيلي نقف وراهم، بس اللي رجال. ونادي القناه ده كان ليه شنه ورانا وحصل على كاس مصر، ونادي ليه اسمه كبير، بس اللي يفهم اسمه يعرفه. حزين كمشجع اسماعيلاوي ان القناه بعيد. طبعا زعلان جدا، انا لو القناه طلعت الدوري الممتاز انا هقف وراها اقوى من الاسماعيلي كمان. كل لعيب جديد هيرتدي فانيله نادي القناه. ده شرف ليه. بس يعرف معنى نادي القناه بتاريخه القديم ولاعيبته اللي كانت ماليه منتخب مصر. يعني نادي القناه كان فيه لعيبه زمان، لوفا وروكا ومحمد عبد الله تكتك، وكانت اسامي كبيره كانت في منتخب مصر. بس اللعيبه الجديده تعرف لازم يقولوا لهم التاريخ بتاع النادي اللي هم داخلين. ما ده اللي حضرتك بنوصله دلوقتي من خلال حضرتك مشجع الاسماعيلي. يعني رساله حضرتك ايه لعيبه نادي القناه؟ كلمه اليوم عايز تقول ايه عن ان يبقى موجود نادي القناه ونادي الاسماعيلي في الدوري الممتاز؟ اكيد انت كمشجع اسماعيلاوي يبقى مختلف بالنسبه لك دلوقتي. اللعيبه الجديده لو شايفاك لعيبه نادي القناه او جهاز فني، يعني رسالتك ليهم؟ والله احنا بنتمنى لهم كلهم التوفيق باذن الله، ونتمنى ان هم يكون داخلهم اراده وعزيمه على تحقيق نتائج كويسه ونتائج جيده، بحيث ان حتى وحاجه جميله جدا الاسماعيليه يكون فيها اثنين من النوادي الكبار في مصر، النادي الاسماعيلي ونادي القناه، ده حاجه جيده جدا يعني.
ونتمنى ان كل واحد فيهم يعني يكون عنده عزيمه قويه واراده ان هو يحقق نتيجه كويسه باذن الله تعالى، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. يعني نادي القناه يعني مجموعه لعيبه جداد تنضم لاستعداد الموسم الجديد، يعني رساله حضرتك وانطباعاتك عن نادي القناه ورسالتك للعيبه اللي موجوده. احنا عايزين هم يشدوا حيلهم بس للنادي وبتاع ويعرفوا قيمه الفريق اللي هم لابسينها. احنا وراهم في اي حته هم عايزينها. احنا طول عمرنا ورانا نادي الاسماعيلي، احنا نكره نبقى لينا نادي تاني في الدوري، احنا وراهم في اي حته. كابتن احمد العجوز برضه على راس ابن بلدنا وعلى دماغنا من فوق، ومعاهم مدرب كفر ممتاز، يعني هم عايزين اكتر من كده، ونادي فيه امكانيات وماديات وكل حاجه، يعني ما مش ناقصهم اي حاجه. ليه ما يصعدوش؟ ليه ما يصعدوش لدوري الممتاز زي الاسماعيلي؟ واحنا ورا دولت وورا دولت، لان الاثنين بلدنا، واحنا بنتمنى ان يبقى لينا ناديين وثلاثه. عايزين حضرتك تبص للكاميرا واللعيبه شايفه حضرتك دلوقتي. يا ريت يا ريت يعني يا ريت ينتموا لفريقنا ويحبوا فريقنا ويدوا النادي زي ما النادي بيديهم. احنا مش عايزين اكتر من كده، واحنا وراهم قلبا وقالبا يعني. ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك. ربنا يبارك فيك. نادي القناه اكيد موجود في اسماعيليه، يعني النادي عايز تقول لعيبته ايه الفتره اللي جايه وهو نادي داخل محافظه اسماعيليه؟ الفترة اللي جاية إن شاء الله يكون في الأحسن وفي الأصلح، على سبيل إن ده حاجة بتشرفنا طالما موجود في إسماعيلية نادي القناة أو الإسماعيلي، فإحنا بنحب يرفع من معنويتنا ويخلي راسنا كبيرة قدام أي نادي. فمش عايزين إحنا اللي هو النزول والهبوط والكلام من ده كله، لا احنا عايزين نطلع بيه زي ما بادئ نطلع بيه، ما نقعدش بقى نتمسكح ونتمروح مع نفسك القناه يكون مع في الممتاز ان شاء الله. 100% ان شاء الله. شكرا لحضرتك. بني العدوي 25 شارع جرجا وبني عبد ناصر تاجر من اسماعيليه من 60 سنه. شكرا لك. ماشي. نادي القناه رسالتك ليه ايه ولعبته الفتره اللي جايه وانت حابب تقول رايك عن نادي القناه؟ ان شاء الله يبقى حاجه الفتره الجايه وان شاء الله يبقى في الدوري الممتاز وربنا يوفقهم الفتره القادمه مع التدريب وكده، وهو فريق حلو ولعبته حلو وان شاء الله يوصلوا الدوري الممتاز ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اتفضل. هو دلوقتي نادي القناه نادي كبير وهيبقى حاجه كبيره ان شاء الله في الدوري الممتاز ممتاز بيه. هو حاليا بقى يعني ايه في الدرجه الثانيه، يعني رسالتك للعيبه ايه اللي هيلبسوا فانيله نادي القناه؟ ان هم يكونوا رجاله ويشدوا على نفسهم شويه عشان يتقدموا اكتر ويوصلوا للدرجه الاولى ان شاء الله في الدوري الممتاز وحاجه كبيره ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك. شكرا ليك. شكرا. متواصلين اكيد في راس ردود الافعال في اسماعيليه نادي القناه. يمكن في لعيبه دلوقتي بتتفرج على حضرتك يعني ما تعرفش نادي القناه، يعني تاريخ نادي القناه كمشجع بقى من اسماعيليه واسماعيلاوي، يعني نسمع من حضرتك. والله يعلم ربنا احنا بنحب القناه دي، والقناه ده كان فرقتنا، القناه ده فرقتنا ولعبنا في مدرسه الكوره في القناه ونشأنا في القناه، وفرقه بتصرف على اللعيبه بتاعتها، والحمد لله بحمد ربنا انا ان الكابتن احمد العجوز مسك القناه، لان هو ليه فكر معين هيمشي مع القناه وهيمشي ان شاء الله مع اللعيبه اللي هو يختارها ويديله الصلاحيه. يعني الكابتن احمد العجوز تاريخ، يعني يمكن ساب طلائع الجيش لاسباب خاصه اهل البلد بس هم اللي يعرفوها، يعني لانه ما بيحبش حد يتدخل في شغله، لكن عمل انجاز والفرقه فضلت في الدوري عشان خاطر الكابتن احمد العجوز، وهو حط عينيه على كذا لاعب جداد وتم التعاقد معاهم هم شايفينك دلوقتي اللعيبه الجداد. واللعيبه الجداد يعني يعرفوا احمد العجوز كويس قوي الكابتن، يعني ان شاء الله هيخلق منهم لعيبه. اداره نادي القناه حابب اداره نادي القناه بالنسبه للدكتور محبوب شريح مستشار يحيى، يعني ان شاء الله يعني نتكاتف كلنا مع بعض، وجمهور ولاعيبه واداره، واللعيبه الجديد دي لازم تعرف انها فرقه، يعني كفايه ان فرقه حاصله على كاس مصر، يعني ده برضه من ضمن التاريخ، ما بتلعبش بتلعب الفرقه ليها انجازات، يعني مش فرقه بتلعب درجه ثانيه وخلاص، وان شاء الله معاكم يعني كلنا مع بعض هننجح. واللعيبه ما تستعجلش لانك هتبني لنفسك، انت العب لنفسك هتلعب للقناه وربنا يعمل كده. القناه ما بيوقفش قدام لعيبته، كان في يعني كان محمود عبد العزيز راح الاسماعيلي وبهاء مجدي وعبد الرؤوف، احنا لو عديناهم هم كتير
يعني هم كتير آه. وشرف لاي واحد يشجع إن يلعب يستلم الزرع. ده اللي انا هسيبه لحضرتك دلوقتي مع الكاميرا. هتعد لنا 3 رسائل للعيبه، ودي كده تقول لهم رساله 1 2 3 اللعيبه الجديده او القديمه او المنظومه كلها. اتفضل. احنا هنتكلم عن المنظومه كلها بس واحد. يعني واحد اللعيبه الجديده. اللعيبه الجديده لازم تعرف انها بتلعب في نادي القناه بيمثل اسماعيليه، يعني الفرقه الثانيه الجمهور الاسماعيلي بيجري وراه بره وجوه ومتابعه وعايزين نتابعه، ولما طبعا مع الكابتن احمد هنتابعه اكتر وان شاء الله ربنا يعمل خير. ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك. اي خدمه. يمكن دي كانت رسالتنا اكيد من داخل الشارع الاسماعيلاوي عن نادي القناه واراء الجماهير بخصوص الصفقات الجديده والمنظومه الرياضيه لنادي القناه. دي كانت رساله من داخل محافظه الاسماعيليه.